ده يوم في حياة اول حاجة صحينا وابتديت اجهز جميلة جمولة عشان تروح الحضانة، مع اني عندي دور برد ومتدمرة، بس لا هوديها برضو عشان اريح دماغي مش عشان حاجة تانية بصراحة. المهم بقى وديتها وانا راجعة جبت شوية حاجات كده من عند العطار عشان اكلة النهاردة مفاجأة. وانا راجعة جبت فطار وكان في مندوب من البريد المصري مستنيني. طبعا الفطار الجامد اللي انتوا شايفينه ده عشان النهاردة الفري، وانا وزنت وانا جايه لقيت نفسي ما شاء الله خاسه. وهنا نحب نشكر دكتور مها على النظام التحفه اللي هي عاملahولي وعلى الفري اللي بتديهولي كل اسبوع. وانا هسيب لكم الاكونت بتاعها تحت عشان انتوا حرفيا كل يوم بتبعتوا تسالوني مين دكتور التغذيه اللي انتي متابعه معاه. المهم بقى ابتديت انقع الحمص، واظن انتوا كده لقطتوا انا هعمل اكل ايه النهارده. وابتديت بقى اشوف الشقه عاوزه ايه، حطيت غسيل وكنست الدنيا وابتديت ان انا اروقها كده، وكمان كنست تحت الشيله بتاعه الكنب كانت مبهدله خالص. ظبطت الدنيا على الاخر وبقت رايقه وزي الفل. وجينا بقى للعقاب اللي انا عاقبته لنفسي قبل ما اتجوز، وهو الخشب اللي مالي الشقه حرفيا بيلم تراب كل يومين. خليني برضو قبل ما انسى اوريكم الهديه اللي انا جبتها لنفسي، عشان بجد هي تحفه، وحقيقي لو جبتوها لاي حد هي جميله جدا، وهو ركن الصلاه ده من عند نقار الخشب. انا نفسي قوي ان انا انتظم في الصلاه بنسبه 100% مش اقل، فبجيب لنفسي حاجه تشجعني ان انا اعمل ده. وحقيقي الكورنر بتاع الصلاه عندهم خطير زي ما انتم شايفين، تفاصيله حلوه قوي. كمان ده كهديه لاي حد ياخد 10/10. وما تنسوش كمان ان رمضان قرب، عندهم منه على فكره كمان الوان كتير، بس انا حبيت اللون ده. المهم بقى بعد ما خلصت اللي ورايا لبست ونزلت عشان اجيب جميله الجموله. ولما روحت بقى كان الحمص اتنقع حبه حلوين فحطيته يتسلق، والعدس برده كنت نقعه شويه صغيرين حطيته يتسلق مع بصله وملح وكمون. ابتديت بقى ان انا اجهز كل حاجه هحتاجها، لان الكشري بيحتاج تحضيرات كتير. فعصرت الطماطم في الخلاط، والخلاط بتاعي عمال يطلع حاجات سودا كده من عند الموتور. لو تعرفوا تقولوا لي ايه ده. اول مره كنت طالع البارت ده واستخدمه من الكيتشن ماشين اللي هي بتعمل الحاجه شرايح، فعملت فيها البصل كده. وبالمره قلت كمان افرم كل الثوم اللي انا محتاجاه عشان تبقى كل حاجه جاهزه قدامي. على فكره بصل الكشري الاصلي ما بيتحطلوش ولا نشا ولا دقيق، دي افتكاسه مننا. فانا عملته بقى المره دي بيزك كده من غير اي حاجه. بتحطوا حبه زيت حلوين عشان هنستخدمهم في كل الاكله، ونبدا بقى ان احنا نقلبه ونقف جنبه، ما نمشيش ونسيبه عشان ما يتحرقش. هنا كان العدس قرب يستوي وكان الحمص خلاص استوى. ابتديت بقى ان انا اعمل الرز. خدت شويه من الزيت بتاع البصل حمرت فيهم الشعريه، وابتديت ان انا احط الرز واشوحه معاها، وظبطت الملح وحطيت له ميه زيه زي اي رز عادي وسويته. وكمان كنت جايبه من عند العطار شويه من المكرونه الصغيره دي. وانتوا هتحسوا فعلا ان انا عامله كميه كبيره، مش عارفه ليه ايدي خانتني المره دي. عملت كميه كشري كبيره جدا يعني تكفي 4-5 افراد. الصلصه بقى شويه من زيت البصل هنحمر فيه تومه، وننزل بعصير الطماطم ملح وكمون وكزبره ورشه سكر، وهنسيبها بقى على نار هاديه تتسبك. وهنا بقى هتبداوا تشموا ريحه الكشري اللي بجد. البصل بحب افركه كده بايدي عشان يبقى ناعم زي بتاع المحلات.